السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا دايما بألف خير وصحة وسعادة. المنتج السينمائي الزملكاوي جمال العدل، وتصريح بصراحة ملهوش أي علاقة بالعقل والمنطق والمصداقية. تصريح غريب وعجيب، وبيأكد فيه إنه النادي الأهلي بيتجامل في الحاجات دي وبيطالب بحاجات أغرب. وإبراهيم فايق يتسبب في جنون الإعلام والجمهور الزملكاوي، والتشكيل الأنسب للنادي الأهلي في مباراة الافتتاح كأس العالم للأندية أمام انتر ميامي. قبل ما ندخل على التفاصيل، أتمنى من حضراتكم اللايك للفيديو والاشتراك في القناة، ويلا بينا على تصريح المنتج السينمائي الزملكاوي جمال العدل. في الفترة الأخيرة خلينا متفقين إن احنا بنسمع تصريحات غريبة وعجيبة وبعيدة تماما عن العقل والمنطق والمصداقية من كل ما هو زملكاوي، سواء جمهور عادي أو مسؤولين أو إعلاميين، كل ما هو زملكاوي. جمال العدل المنتج السينمائي الزملكاوي كان ليه تصريح النهاردة. إيه بيقول فيه؟ بيقول إنه لازم الأهلي والزمالك ياخدوا كد بعض في كل حاجة، رعاية وبث وإعلانات. حتى المنتخب لازم يعمل توازن في مسألة ضم اللاعبين، ما ينفعش ألاقي 11 لاعب من الأهلي واثنين لعيبة فقط من نادي الزمالك. مش قلت لحضراتكم تصريحات من وحي خيالهم وملهاش أي علاقة لا بمنطق ولا بعقل ولا بصدق. طيب، هرد عليه بنفس مجاله في موضوع انه لازم الاهلي والزمالك ياخدوا قد بعض. انت راجل منتج سينمائي، لو جبت او عملت فيلم او مسلسل وجبت مجموعه من الممثلين والفنانين والفنانات، ومن ضمن الممثلين دول جبت النجم الكبير عادل امام، هل هتدي عادل امام زي اي ممثل تاني؟ لا طبعا. ليه؟ عشان ده النجم، ده السوبر ستار، ده اللي هينجح لك المنتج بتاعك اللي هو الفيلم او المسلسل. فمستحيل عادل امام هياخد زي الباقيين، ده عادل امام هياخد رقم والباقي كلهم ممكن ياخدوا نفس الرقم اللي بياخده النجم عادل امام. ليه؟ عشان ده النجم بتاعك، ده اللي هينجح لك فيلمك او مسلسلك. وده نفس القصه في الاهلي والزمالك. النادي الاهلي لازم الرقم اللي بياخده في كل شيء يكون اكبر بكتير جدا 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 من اي نادي تاني. ليه؟ لان ده السوبر ستار، ده السوبر ستار بتاع الكره المصريه والعربيه والافريقيه. طيب، بالنسبه لعقود الرعايه، هو مين بيدي عقود الرعايه للنادي الاهلي وما بيديهاش لنادي الزمالك؟ يعني هل في جهه معينه بتدي عقود رعايه للنادي الاهلي وما بتديش لنادي الزمالك؟ سواء مثلا الجهه دي اتحاد كوره او رابطه انديه او وزاره الشباب والرياضه؟ لا، عقود الرعايه اللي في النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي بيجيبها باسمه وتاريخه وجماهيريته وشعبيته وبطولاته وادارته المحترفه، هو اللي بيجيب العقود الرعايه دي. وبدليل انه عقود الرعايه، معظم عقود الرعايه بتاعت النادي الاهلي شركات من خارج مصر. هل الشركات دي عاوزه تخسر؟ لا، الشركات دي لما بتدفع جنيه في النادي الاهلي عارفه كويس جدا انه هتجيب من ورا الجنيه ده 10 و15 و20، عشان ده اسم النادي الاهلي اللي موجود دايما في المحافل الدوليه والقاريه. فما فيش حد بيدي او ما فيش جهه معينه بتدي او بتجيب عقود رعايه للنادي الاهلي وما بتجيبش لنادي الزمالك. الموضوع بسيط جدا. عاوز عقود رعايه بارقام كبيره، اكسب افريقيا وروح كاس عالم للانديه ويبقى متواجد دايما في البطولات القاريه والدوليه، هتجيك عقود رعايه. الموضوع بسيط، الموضوع ما فيهوش اهلي وزمالك. في البيزنس والشركات دي ما بتدورش على اهلي وزمالك. ممكن يكون صاحب شركه اهلاوي جدا ولكن شايف الزمالك هو اللي مسيطر وهو اللي بياخد افريقيا وهو اللي بيروح كاس عالم للانديه، ويرعى النادي الزمالك، انه في الاخر بيدور على مصلحته، هو شايف مصلحته مع نادي الزمالك. بالنسبه للاعلانات برضو هرد عليك بنفس مجالك. انت لما بتيجي تعمل فيلم معين بتحاول تجيب اكبر او انجح ممثل عشان ينجح لك المنتج بتاعك. هل في شركه راعيه او صاحب شركه بيقدم منتج او معاه منتج معين، حد هيجبر يقول له والله تعالى خلي لعيبه النادي الاهلي هي اللي تجيب لك تعمل لك الاعلان ده؟ لا، هو شايف انه اللي هينجح المنتج بتاعه هو لاعب من لاعبي الاهلي، لان دول هم السوبر ستار.
فإن هو هيعمل له الإعلان مثلا بتيشيرت النادي الأهلي، ده هينجح المنتج بتاعه. فالموضوع بسيط جدا. آخر حاجة لما بتقول إنه لازم يبقى في توازن في اختيارات المنتخب، ما ينفعش 11 لاعب من الأهلي واثنين لعيبة من الزمالك، ده بأي عقل وبأي منطق وفي أي مكان في الدنيا بيحصل كده. يعني يعني انا اروح مثلا اسبانيا، اقول للمدرب منتخب اسبانيا لو انت هتاخد 11 من برشلونه يبقى تاخد 11 من ريال مدريد، والعكس صحيح، لو هتاخد 11 من ريال مدريد يبقى تاخد 11 من برشلونه. ده باي عقل وباي منطق. افضل لاعبي مصر حاليا بجانب مرموش وصلاح هم لعيبه النادي الاهلي. المنتخب عباره عن لعيبه النادي الاهلي ومرموش وصلاح فقط لا غير. كان اثنين لعيبه في من الزمالك، عواد وزيزو، دلوقتي بيجوا عواد بس، زيزو بيجي في الاهلي. بعيد عن المنطق والعقل تماما. كل تصريحات مش جمال العدل بس، كل زملكاوي في الفترة دي، ولكن معذورين. نروح للشياط والحرقان اللي عمله إبراهيم فايق في كل الزملكاوية. من فترة كان المستشار تركي آل الشيخ أكد إنه الاستوديو التحليلي لقناة MBC مصر اللي هتذيع مباراة الأهلي ومباراة الهلال لجماهير الأهلي وجماهير الهلال بشكل مجاني، لازم الاستوديو التحليلي بتاع النادي الأهلي يكون بتيشيرتات النادي الأهلي، وكل الموجودين في الاستوديو يكون أهلاوية ومحبين للنادي الأهلي والجمهور بيحبهم. هذا كانت أول حلقة من حلقات الاستوديو التحليلي لإبراهيم فايق، ظهر بالتيشيرت الأحمر، وده فيها صياح شهر اللي قدام، يعني لغايه ما تنتهي البطوله وهي فيها صياح. وعلى ما اعتقد انه بعد كده ما فيش زملكاوي هيتقبل كلمه او تصريح من ابراهيم فايق. ولكن بعيد عن التحفيل وبعيد كل شيء، انا متاكد من شخصيه ابراهيم فايق. لو السنه الجايه كان في كاس عالم ومتواجد فيه الزمالك، كان هيلبس برضه تيشيرت نادي الزمالك. دي حاجه اكيده، ودي حاجه معلومه اكيد، لان انا دايما بشوف انه ابراهيم فايق محايد جدا. يعني حتى في لما الزمالك كسب كاس السوبر من النادي الاهلي، احتفل مع لعيبه النادي الاهلي واستضاف دونجا واستضاف شيكابالا ولعيبه نادي الزمالك في الاستوديو، فمحايد جدا. ولكن هي عقليه المشجع الزملكاوي، دايما بياخد كل شيء بسوء النيه، ودايما بياخد كل شيء ب انه ده قاصدين يعملوا كده مع جمهور نادي الزمالك. وده مش حاجه اتولدت النهارده، لا، ده ادارات نادي الزمالك دايما بتزرع في المشجع الزملكاوي ان انت دايما مظلوم، انت دايما الكل جاي عليك، المؤامرات هي سبب في تاخر نادي الزمالك. عشان كده دايما عايشين في المظلوميه والوهم. مباراه انتر ميامي والنادي الاهلي، خلاصة الكلام، احنا طبعا شايفين انه النادي الاهلي حاليا بيملك تشكيلتين سوبر ستار زي بعض. يعني لو جبنا محمد الشناوي هنا عملنا معاه تشكيل ومصطفى شبير وبتشكيل، التشكيلين يلعبوا في دوري ابطال افريقيا ويلعبوا في كاس عالم للانديه التشكيلين. فمن وجهة نظري التشكيل الانسب للنادي الاهلي امام انتر ميامي، الخطة الانسب للنادي الاهلي 4-3-3. محمد الشناوي في حراسة المرمى، خط الدفاع ياسر ابراهيم واحمد بيكهام. الاثنين دول متفاهمين جدا مع بعض، والاثنين دول انا واثق فيهم جدا. في الباك اليمين محمد هاني، في الباك الشمال كريم الدبيس. وسط الملعب اتمنى انه يكون ديانج. ليه؟ ديانج قوة بدنية، لياقة، هيقدر يغطي على كل حتة في التلت او النصف الاولاني من الملعب. اتنين امامه بن رمضان وامام عاشور. الثلاثه في الخط الامامي زيزو، تريزيجيه، وسام ابو علي. زيزو، تريزيجيه، وسام ابو علي. هتقول والله زيزو بقى له فتره بعيد عن الملعب. زيزو من نوعيه اللعيبه اللي عارفه تحافظ على نفسها كويس جدا في فتره الغياب دي، ومستواه كويس جدا، وانا متاكد من كده انه لو لعب ولعب اساسي هيأدي بشكل جيد جدا. ده التشكيل الانسب بالنسبه لي. الشناوي، اثنين قلبي دفاع ياسر وبيكهام، باك يمين محمد هاني، باك الشمال الدبيس، وسط ملعب ديانج، وامامه اثنين لعيبه امام عاشور وبن رمضان. ثلاثه في الخط الامامي زيزو كجناح ايمن، تريزيجيه كجناح ايسر، وسام ابو علي كمهاجم. مش عايز اطول على حضراتكم اكتر من كده،
كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، ان مش عاوزين بعد القصه دي كلها وبعد الاحتفالات دي كلها والتغطيه دي كلها من كل القنوات، النادي الاهلي يصدم جمهوره لا قدر الله ويقدم مستوى على غير طموح النادي الاهلي وجمهوره. ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يقدم المستوى اللي يتمناه جمهور النادي الاهلي ونقدر نعدي دور المجموعات. اول اكتر من كده. سلام.